سلام الكبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم اول طبيله ليا في رمضان بغيت نشاركها معكم. بعض المرات تنبقاو حايرين ما كاين ماشي مشكل نتشاركوا مع بعضياتنا. يلا ما تنسوش تبداو بالصلاه والسلام على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذه هي الطبيله المتواضعه ديالي البسيطه. المهم ضروري راكم عارفين المسمن ضروري غيكون عندي في رمضان في الطبيله ديال رمضان ضروري حنا المغاربه ضروري مسمن. يلا غادي نبداو على بركه الله. نبداو بالتحليه باش توجد معنا. عندي هنايا واحد اطرو قل كاس ديال الحليب. هنا عندي واحد 4 المعالق ديال السكر سنيده، واحد الفلون عادي هذا ديال الفانيلا. صراحه ندورو عليه وكنعجبو هذا الفلون فن. انا بعدا كيحمق لي كيعجبني كيجيني في الوصفات كاملين زوينين. انا مهم غادي نخويه مع داك السكر ونخلطو، حيت الا خويتو نيشان في الحليب كيكتل كيولي بحال الحبيبات. غادي نضيف كلشي على الحليب وغنبدا نخلط. يكون الحليب بارد من الاحسن. هاد النواشف نخلطوهم في الحليب بارد عاد باش نوضعوهم فوق النار. المهم كنخلط هذاك الفلون مع السكر سنيده كما كتشوفوا. غادي نضيف واحد 2 المعالق ونص ديال مايزينا اولا نشا الذره. كما شفتوا وتنحرك الكل كما تنقول لكم ديما تنحرك الكل على عفوا على الحليب يكون بارد. من بعد ما كيتخلط ليا كلشي تيولي الخليط متجانس عاد باش كنحطو فوق النار اللي تكون ما مجهداش، تكون متوسطه. هنا وضعته فوق النار مع التحراك مستمر. كما شفتوا راه بدا كيتقال. ما غاديش تخليوه حتى تيتقال 100%، تكون واحد 60% 65%. المهم ما يكونش ثقيل بزاف. هنايا غادي نحيدهم فوق النار. كما شفتوا غادي نضيف هاد الشاسيه ديال الفاني. من الاحسن ما توضعوهاش من الاول باش يتعزز هذاك الفاني. المذاق ديال الفاني كيتعزز الا ضفتيه في الاخر. المهم غنخلطها بحال هكا ونجيب الكيسان ديالو وغادي نخوي فيه هاد التحليه. انا متوفرين عندي هاد الكيسان اي حاجه عندك ولا دوك لي فيغين صغار، المهم اللي كان. هنا غادي نبدا نخوي شويه بشويه مع البخار. ما نكملش لكم حتى تنرجع معكم. المهم بعد ما غادي نعمر الكؤوس اللي عندي كاملين غادي نرجع معكم. كيما شفتوا من بعد ما عمرت الكؤوس والتحليه بردات غادي ندوز للطبقه الثانيه. عندي هنايا واحد تفاحه. تنوريكم بنار التحليه بردات. عندي واحد التفاحه، واحد 3 الفريزات وبنانه قطعتهم طريفات صغار. ضفت عليهم واحد المعلقه ديال الحامض باش ما يتاكسدش معنا حتى شي حاجه من الديسير. هنايا ما لقيتش الليمون جبت هذاك جيتوس ديال الخوخ حتى هو راه كيجي واعر. هنايا عندي واحد 3 جيتوس. ضفت عليهم واحد 2 ديال المعالق ديال سكر سنيده. وغادي نضيف واحد معلقه ونص، حيت ما عنديش الكميه بزاف. معلقه ونص ديال النشا. كما شفتوا هنا من بعد ما كنخلط هذاك الديسير غادي نضيفه في الكيسان باش نضيف عليه هذاك الخليط. هنا الخليط راه خليت بنتي فوق البوطه كتحرك فيه وانا جيت كنصاوب في الكيسان. ما تديوش عليا راه التصوير شويه ناقص. ترست ليا باش كنشد الكاميرا اولا التليفون. المهم من بعد ما غلا كما كتشوفوا اللي بغى يضيف عليه الفلون يضيف. انا خليته هكاك كيجي زوين هكاك. المهم بعد ما غلا واحد شويه تيعقد غير واحد شويه ماشي بزاف كما كتشوفوا راه باين كلشي في الصوره. كنضيفوا على هذاك الديسير كتجي واحد التحليه اللي رائعه زوينه. وانا اش غنقول لكم راه اللي داقها راه ضروري ما غيعاود يجربها تتولي ادمان. انا بعدا وليداتي ادمان عندهم كيف رمضان كيف بلا رمضان. المهم غادي نعمر هذوك الكؤوس كاملين. غادي تشوفوا كيفاش كيجيو شكلا ومذاقا. هذاك القياس اللي عطيتكم راني حصلت على 6 ديال الكيسان.
انا 5 و6 مخزون. المهم كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال التحليه. صافي غادي دابا غادي نمشي نحطها تبرد باش ندوزو المهم. المهم هنايا عندي عجينه ديال المسمن، ما حضرتهاش معكم حيت كلشي تبارك الله تيعرف عجينه ديال المسمن. هنايا بغيت ندير المسمن بالشحمه ولا مسمن معمر كما كتشوفوا. المهم راكم عارفين الفورسو والفينو، خلطت بشويه ديال المليحه والماء، ها هو عجينه المسمن. كاين اللي كيضيف عليها السكر سنيده، انا ما كنضيفوش. المهم الحشوه عندي هنايا واحد الجزره كبيره محكوكه، عندي الشحمه مطحونه، وعندي هنايا البصله الخضاريه اولا الوراقيه كل واحد شنو كيقول لها، كانت عندي في الكونجيلاتور لقيتها رخيصه وقطعتها، راه كتبقى زوينه. بزاف الناس يقول لك لا كتخسر لا هادي، راه ما كتخسر ما حتى شي حاجه. المهم ضفت واحد شويه ديال المليحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، كنضيف كاع العطريه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال التحميره، هاد التحميره راه عندي منزليه، وشويه ديال السودانيه اولا الهريسه الناشفه، والكمون اختياري. انا الاكشري ما كنديرش الكمون. المهم هادشي. وهنا راه نسيت ما ضفتش معكم واحد المعلقه ديال الربيع والثومه مقطعين. صافي غادي نوضعهم فوق النار وغادي نرجع معكم. هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما طلعت فيها الغليه بدات كتشحر، راه كنبدا نحرك فيها باش حيت راه بالزربه البصله دغيا كتشحر وخيزو دغيا تيتشحر، وصافي راكم عارفين الشحمه راه كدوب. المهم انا كنوريكم هنا في العجينه. دابا انا علاش وريتكم المسمن اليوم، راه دايره ديجا في القناه، بغيت نوريكم اللي ما عندوش الوقت غادي ندير مثلا 4 المسمنات دفعه واحده. هانتوما كما كتشوفوا نسرح العجينه، وهنا تنوريكم هنا بان الحشوه راه خليتها حتى بردات، ما تخليوهاش سخونه باش ما تبقاش تقطع عليكم العجينه. هنا من بعد ما سرحت هذيك العجينه كما شفتوا، هذيك العجينه اللي وريتكم راني قسمتها على جوج، درت المسمن عادي ودرت المسمن ديال الشحمه. هنا كنوريكم غير المسمن ديال الشحمه، لا ما نبقاو نديرو التكرار في القناه. المهم هنا كنوضع هذيك الحشوه، كنعمر في ديك العجينه اللي طلقت. غادي نوريكم الطريقه اللي كندير. هذه الا كنتي مزروبه بصراحه ماشي مزروبه، كيجي مسمن محلول وزوين يعني. اش خلاتها خديجه هاك امك هاك باك، هذا هو المسمن ديالها كمك هاك باك. المهم كنت نجيب القطعه ديال البيتزا، كنقطع هاد العجينه من الوسط، وكل نصف كنقسمو على جوج، كيجوني مسمنات تبارك الله ما شاء الله، راه كبارات ماشي صغارات، مهم موين. ايوا صافي غادي نبقى دابا نطوي في هذيك العجينه كما كتشوفوا. هنا راني بغيت ندير الملوي ماشي المسمن، وما تخافوش انكم تخرج الحشوه من الجناب. نوريكم الطريقه كيفاش كندير انا. كنشد هكا شفتوا وكنبقى نجبد وكنخشي في الوسط العجينه. راه الفيديو شارح راسو غير كنبقى نوضح اكثر. بالنسبه للمبتدئات اما تبارك الله امهات المغربيات راه ما نخافش عليهم، ماشي المغربيات العرب بصفه عامه تبارك الله ما شاء الله. المهم غادي نعاود معكم وحده اخرى باش تفهموا الطريقه. كاينه سبحان الله، كاين اللي بحال كي بدات في الزواج، كاين اللي عندها بحال كي بدات في دارها بوحدها، راه ماشي كاملين تبارك الله. راه ما كناش كنعرفوا بزاف د الحوايج وشي كيعلم شي وغاديه بحال هكاك. المهم كما شفتوا راني تنطوي وفي نفس الوقت تنلف العجينه للوسط بلا ما تبقاي ديري بوحده بوحده، كيجي نفس الطريقه ونفس المذاق نفس لاستيس نفس كل شيء. هذا كديرها دفعه واحده. هنا من بعد ما ارتاح واحد شويه، اللي بغى يقرصو ويجي يحمر بزاف من الفوق تيدير شويه ديال الزويته فيها التحميره، وكيخلي تيهز غير الزويته من الفوق وتيخلي التحميره تحت لتحت عاد باش انا ما كاين لا صافي الحشوه اللي عندي بها الغرض راه عامر صافي. هنايا خليت الخباز، حنا تنقولوا الخباز الملاليين. خليت انا الخباز حتى تسخن، وضعت عليه واحد شويه ديال الزيت. هنا فوا حطيتها قلبتها بالزربه، هاك عارفين الملاوي ما كيبغيوش حتى تيطيبوا من التحت عاد باش. هنايا راني وريتكم راه واحد التصويره
عدي وصافي. كنوريكم كيفاش كتجي، تيجي تبارك الله ما شاء الله غزال وزوين. المهم هنا غادي ندوزو للعجينه ديال البيتزا. عندي هنايا الفورس مع القمح الفينو، ضفت عليه واحد شويه ديال الزعتر، شويه ديال الخميره الفوريه، وواحد المعلقه ديال العسل. هاد المعلقه ديال العسل كتعطيها واحد المذاق زوين، وفي نفس الوقت كتقرمش. المهم انا الملحه تنخليها هي الاخرى. هنا راه كنسحب راسي كنصور عرض ساعه كيتصور ليا الطول، قلت ماشي مشكل. المهم نولح لكم لا فيديو. المهم غادي نبدا نخلط هنا بالماء دافي كما كتشوفوا، راه مع الحال بارد تبارك الله. هنا انا راكم عارفين عجينتي كنعجنها في هاد لابوط هكا، عجينه قليله ماشي 4 البيتزات تبارك الله، راه ماشي جاهزه بزاف ولكن تبارك الله ولا كلينه وشاطر. المهم نتوما كما كتشوفوا انا كنجمع في العجينه وكنحاول نخليها مرخوفه، ما كنخليهاش قاصحه، حيت الا خليتها قاصحه من الاول كتعذبك شويه في الدليك. من الاحسن الا خليتها مرخوفه. هنا راني وضعت واحد المعلقه ديال الملحه، كما قلت لكم ديما كنخلي الملحه هي الاخرى باش كنجمع بها العجينه ديالي او تنشوف نيت القوام. كما شفتوا من بعد ما جمعتها انا كنضيف واحد 3 المعالق ديال زيت الزيتون، وكنحاول ندمج العجينه مع داك زيت الزيتون اولا زيت العود. صافي كنبقى بحال هاد الطريقه هادي حتى تندخل هذاك الزيت، ومن بعد حتى تنغطيها ونخليها حتى ترتاح وتضاعف الحجم ديالها وترجع معاكم عاوتاني. انا كما شفتوا راه ضاعفت. هنا راه خليتها واحد الساعه بحال هكاك حتى ساليت شغلي المهم تنوريكم كيفاش هانتوما راه بحال مدلوكه 100%. وانا راه شفتوني عي جمعتها صافي. كنوريكم القوام ديالها راه خفيفه. هنايا غنجيب الفينو اولا السميد الناعم وغادي تقسمي على حسب الكميه. انا هنايا غادي نقسمها على 4، راه قسمتها على 4 حيت انا ما كنبغيش البيتزا تجيني غليظه، تكون شويه رقيقه باش كتحسي بداك القرماشه. انا راه حتى قسمت على 3 ويتندم معايا الحال وانا قسمتهم على 4 حيت جاتني شويه بركه كبيره شويه. المهم هنايا بديت كنقرص فيها، نوريكم التكريسه العجيبه. هانتوما هكا بالزربه كتكرس. انا كندير هاد الطريقه تتنفعني. ياك شفتوا شحال كانت خفيفه. صافي تنبقى نقرص فيها بداك السميد الناعمه ولا الفينو وكنحطها بحال هكا في المقله. انا هنا كنطيبهم نص طيبه عاد باش كنعمرهم. هذه الطريقه معتمده عندي، ما تيعجبنيش نعمر ونشي في الفران، تنطيبها في المقله نص طيبه عاد باش مني كنبغيها تنعمر حتى لاخر دقيقه تنعمرها صافي نخشيها في الفران اولا تنطيبها في المقله نيت كنغطيها بشي حاجه صافي راه بحال طيبتها في الفران. نفس الطريقه بحال الفران، بحال كتجي نفس تقرميشه طيوبه كلشي. ايوا الا درتها في المقله ضروري تغطيها بشي اناء اخر فوقها اللي يكون كبر منها شويه باش يذوب هذاك الفرماج وكلشي. انا راه طيبتهم شويه بكري هانتوما كما كتشوفوا هما مني طيبتهم نص طيبه. هنا عندي واحد شويه ديال الكروفيت كان عندي في الفريغو، ضفت عليه واحد شويه الزيت، شويه ديال الابزار، شويه ديال المليحه، ونضيف عليه الشامبينيون. انا كتعجبني هاد الطريقه، كل واحد غيدير الطريقه اللي عجبو. وكان اللي جرب هاد الطريقه يكتب لي في لي كومونتير. واعره بزاف البيتزا. المهم ضفتهم فوق النار كنشحرهم بالزربه صافي. من بعد ما تشحروا غادي نجيب واحد الصلصه
الجاهزه. ضفت عليها شويه واحد القبيصه ديال الملحه، قبيصه ديال الابزار، وشويه ديال الزعتر. وهنا غادي نضيف واحد معلقه ديال زيت العوده ولا الدجاج ونخلطهم مزيان. بعد ما نخلطهم هانتوما كما كتشوفوا هنايا كنوريكم في هذه البيتزا هذه. المهم هنايا راه بنتي اللي كانت كتعمر فيهم. بردات ليا القلب انا نقول انا غادي نعمر. المهم كنحاول نخليها بحال هكا تزيد الكوزينه غادي باش تولي على راسها واحد النهار تكون بوحدها تقضي غرضها. المهم هنايا من الاحسن ديروا الفرomاج من فوق لاصوص بيتزا كيجي رائع، تجي بحال ديال المحلات. المهم هنايا ضفت واحد شويه ديال الفرomاج موتزاريلا، هنا كنبقى عندي واحد شويه بوحديته بحال هكا. غادي نضيف عليه هذاك الفلفله اللي قطعتها دوائر رقيقه كما كتشوفوا. هنا راه ما شحرتها ما حتى شي حاجه، خليتها بحال هكاك قطعتها باقا طريه. هنايا داك الشامبينيون كروفيت هانتوما كما كتشوفوا كنوزع شويه شويه المهم وسلام. واخا داك كروفيتين فوق كيتشحر صافي كيتمسخ كيتجمع. المهم بحال هكا درت ليها. وغادي نضيف هذاك الموتزاريلا هذاك درتو في تحضيرات رمضان، ما كان تمسح ليا لا فيديو ما صورتوش معكم. دينا الموتزاريلا وفرماج احمر. هنايا راه نسيت ما بقيتش كنصور حتى بردات. منين بردات بغيت نوريكم، يعني واخا كتبرد راه كتبقى هذيك التعليكه هانتوما شفتوا. يعني كتبقى التعليكه ولو برد الفرماج تتبقى. هنا انا كنوجدهم حتى تيقرب عند المغرب كندخلهم في الراني يسخنوا بالزربه صافي كنحطهم. هنا غادي نوجد معكم واحد العصير اللي رائع 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 ادمان في الصراحه. عندي هنا واحد جوج ديال الفريزات كبارات، اللي عنده فريز مجمد يديرو. المهم عندي انا هنا طري جوج ديال الجزرات ولا خيزو، وعندي هنايا الليمون هذاك الصغير الويلكي زوين حسن من النافل في صراحه. عندي 3 ليمونات صغارات، جوج خيزويات وجوج ديال الفريزات وبنانه. هنا غادي ندير كل شيء. هنا الليمون راه كنحيد ليه الجلده وكنقطعو من الوسط باش نشوف الا كاين فيه شي بذور. ما فيه صافي راه كنخليه بحال هكاك. راه واخا تشوفوا هكاك راه فاش كيتطحن مزيان راه ما كيبقاش باين لا ليمون لا خيزو لا حتى شي حاجه. هنا ضفت واحد 3 المعالق ديال السكر حبيبات ولا سكر سنيده، ضفت عليهم واحد ايترو لاروب ديال الماء وخلطت كل شيء. هانتوما كما كتشوفوا هذا هو القوام ديالو باش تعرفوا راه ما كيبقاش باين كاع. واللي شربو كون متاكد غيقول لك اشنو درتي فيه. انا وليداتي كنت كنديروا ليهم كيقولوا لي واش طحنا فيه المونغو، والله ما فيه لا مونغ لا حتى شي حاجه، كيعطي هذيك الختوريه. المهم هذه الطبيله ديالتي العسل اللي وجدت معكم والتحليه. البيتزا قطعتها طريفات بحال هكا من بعد ما سخنتها المسمن. هذه هي الطبيله متواضعه، وتنتمنى لعجبكم لا فيديو تضغطوا على زر لايك وتابوناو باش يوصلكم كل جديد. ما تنساوش لي لايك رحمه لوالديكم واشتركوا